مساء الخير استاذ عمر، حياك الله. مدير جرين جيت، رمضانك كريم، امسيه لطيفه، سولفنا وانطينا بالبدايه عنوانك وتوجهات الشركه العقاريه. يا مرحبا بك، نورتونا اول شيء، ورمضان كريم على الجميع وتقبل الله الطاعات. احنا بالمبدا احنا يعني خلينا نبدي من هاي الامسيه اللي احنا التقينا بها، هي امسيه رمضانيه يعني خارج عن المالوف. يعني ما ردنا نكون بقاعات وطاولات، وردنا يصير يعني مثل مجتمع لطيف بين الحضور والحضور وجوده الحضور والمؤثرين والى اخره. احنا كشركه بوابه خضراء، انا المدير المفوض وصاحب الشركه. شغلنا بدا من الامارات قبل 20 سنه، وانتقلنا للعراق باخر سنتين تقريبا، بالعراق في بغداد وفي البصره. شغلنا الرئيسي هو التسويق العقاري والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تنفيذ المقاولات العامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات. عمر، سؤال، الناس توعت على مفردة التطوير العقاري؟ والله بصعوبة، لكن نعم، يعني اليوم احنا شفنا يعني الإقبال. احنا من جينا قبل سنتين مو مثل اليوم اللي اختلاف تماما. يعني قبل سنتين الناس من تجي تحكي وياهم انه انت تستثمر بالعقار، كانت الفكرة يعني يحتاج لها تثقيف ويفهم الفكرة وشنو الاستثمار. وعي الناس شنو؟ على الأقل الناس المتلقين مو ذوي التخصص يقول لك المطور العقاري هو مقاول. المطور بالضبط، يعني هم يعتقدون المطور العقاري هو المقاول وحده، في حين انه المطور هو اللي يصنع المجمعات السكنيه والوحدات السكنيه، المقاول ينفذ له. فهذا مو معناته ان المقاول هو صاحب المجمع السكني. مو بالضروره يكون صاحب تخصص. المقاول هو تخصصه بناء فقط، ليس تسويق عقاري. المطور هو عنده رؤيه، هو يتوسع بالمجمعات السكنيه وحلول ازمات السكن. غالبا مهندس، مو شرط يكون مهندس، يعني هو رجل اعمال. معظم رجال الاعمال عندهم جزء من اعمالهم هو عقاري. يعني اليوم احنا نشوف معظم المصارف اليوم متوجهه الى عقار وهم مصارف، فليس بالشرط انه يكون مهندس، لكن هو عنده رؤيه في بناء، لانه بالنهايه هي تجاره، يعني هو منتج مثل اي منتج اخر. الفرق انه هذا سكني او استثماري مثل اي منتجات اخرى بخدمات معينه. استاذ عمر، احنا بلشت الاغنيه، ما اريد ان اخرك عن الايفنت، كلمه لناسك محبيك، الناس اللي جايين اليوم، شو تقول لهم؟ والله اني نورتونا وشرفتونا انتم وكل الحضور. اللي يميز الحضور اليوم، احنا نسمع بشكل يومي خاصه في رمضان الامسيات في كل مكان، لكن اليوم اللي يميزنا هو جوده الحضور. يعني مثل ما تشوف معظم الحضور هم من يعني تقدر تقول مثلا المؤثرين، البلوجرز، الانفلونسرز، المؤثرين حتى ليس في العقار فقط وانما في جميع الجوانب. ويعني هي خارج عن المألوف نوعا ما، وان شاء الله يكون الامسيه هذه لطيفه، وان شاء الله الكل يستمتع بها.